أغمى علي فجأة، صحيت لقيت نفسي في غرف الطوارئ. إيش في إيش ما في ما أعرف. وجدت زملائي كانوا محيطين فيا منهم البروفيسور. لما أجروا التحاليل وكذا وكذا اكتشفوا إنه عندي ورم 2 كيلو ونص في بطني في داخل يعني التجويف المعدي. ومن أخطر، طبعا تشخيصهم المبدئي إنه هذا من أخطر أنواع الأورام، يسمى الساركوما. وبعدين حتى أنا أتذكر كان في ليلة العملية قالوا لي إياها بالحرف، قالوا لي كذا الدكتور قال لي إن نجحنا في إزالة الورم راح أشيل لك الكلى معاه، أشيل لك الأمعاء، أشيل لك المعدة، لأنه أي شيء ملتصق في الورم راح أشيله. وقال لي لا، وأقول لك معلومة كمان، إن نجحت العملية فعندك 3 شهور تعيشها بعد العملية. 3 شهور أعيشها بعد العملية. فوقتها سبحان الله أنا كان وقتها جاني ابني سيف. الآن ابني سيف في ذاك الوقت رزقت بسيف وكان في فرنسا، كان عمره تقريبا 3 سنوات. وجوني وقتها سبحان الله لما خرج في ليلة العملية جات زوجتي وجو بناتي معاها وسيف معاهم. بديت أطالع فيهم، طبعا ما خبرتهم بالموضوع هذا، بس قعدت أطالع فيهم قلت يعني هذول من لهم؟ طيب من لهم بعد الله سبحانه وتعالى؟ أنا كنت أأمل إني أسوي وكذا وكذا، طيب إيه كيف يعني يا رب تنتهي كذا خلاص القصة خلاص؟ وسبحان الله، ولكن كان عندي حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. كنت أقول لابد أن القصة نهاية أجمل. قبل صلاة الفجر، أنا متعود أصحي قبل صلاة الفجر يعني دائما. فسبحان الله قبل صلاة الفجر بثلث ساعة صحيت كذا من حالي بدون قبل ما حتى يدق المنبه. فكان القمر سبحان الله جميل جدا. نظرت للقمر وتتردد في آية في ذهني: فما ظنكم برب العالمين. سأسجد الآية ذي، قلت يا ربي والله ما أظن فيك إلا خير. فأجريت العملية، ما أعرف إيش اللي صار طبعا وقت العملية، أنا مخدر وكذا. لكن أتذكر أول ما صحيت وكنت أشوف زوجتي قدامي قاعد تبكي وتقول لي شوف هذه شوكة سمكة في بطنك لقوا شوكة سمكة، والشوكة هذه سوت زي الجرانيلوما يعني تكيس حول هذا، وصارت كأنها ورم كبير. وطلع لا هو ورم ولا أي حاجة، طلعت هذه الشوكة السمكة، وطلع إنه راح أعيش 3 أشهر الله أعلم كم يمد الله في عمري، ولكن طلعت هذه. سبحان الله، وكانت هذه يعني سبحان الله. أنتم تعرفوا في شخصين لا يخافوا من الفشل ولا يخافوا من الموت: اللي شاف الفشل ووصل لقاع الفشل، واللي شاف الموت بعيونه. أنا شفت الاثنين، شفت قاع الفشل وشفت الموت بعيوني. لذلك لا أني أخاف من الموت ولا أخاف من الفشل أبدا. الآن أنا رجعت طبعا أستاذ في كلية الطب بجامعة القصيم، أو أستاذ مساعد أسيستنت بروفيسور. الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى الآن تقريبا قرابة 10 أشهر في منطقة القصيم. الحمد لله أجريت كثير من العمليات بفضل الله سبحانه وتعالى، وأنا بين عملي في الجامعة وأيضا غرف العمليات بفضل الله سبحانه وتعالى. الدنيا علمتني 3 أشياء: إذا غمرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم. الدنيا علمتني فما ظنكم برب العالمين. الدنيا علمتني أحري بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجا.